نعم صديقتي الغالية، إن شاء الله دائما في أحسن الأحوال. كيكة أكثر من رائعة، كيكة لذيذة بزاف بواحد القوام جد مميز، واحد القرمشة واحد التعليكة لمزيج رائع جدا. كنتمنى أنكم تجربوها وتلقى الاستحسان ديالكم. دائما وصفات سهلة بسيطة اقتصادية في متناول الجميع غادي تلقاوها على القناة. كنتمنى أنكم تكملوا الفيديو حتى الأخير، كيف كنتمنى أنكم تجربوها وتلقى الاستحسان ديالكم. فغادي نبداو صديقتي الغالية التحضير ديال هذا الكيك اللي ساهل وبسيط وبمكونات اللي سهلة والنتيجة أكثر من رائعة. فدائما كناخدو البيض اللي كيكون بالحرارة ديال المطبخ، نكونوا خرجناه من الثلاجة قبل، فكناخد جوج ديال البيضات. هكا الكيك ديالنا كيجي خفيف وكيجي هشيش. من الافضل اننا نديرو البيض اللي كيكون مخرج من قبل. قبيصه ديال الملح، كاس غير مملوء جيدا ديال السكر، ساشيه ديال الفاني، كاس ايضا غير مملوء جيدا ديال الزيت. وغادي نطرب الكل جيدا حتى تيتغير اللون ديال هذا الخليط هذا وكيذوب لينا داك السكر مزيان باش كتجي النتيجه رائعه ومعلكه. من بعد غادي ناخذ كاس وربع ديال الحليب، وغادي ناخذ في الاول جوج ديال الكيسان ديال الدقيق بنفس الكاس اللي عبرنا في الاول، اللي هو كاس العنبه او اي كاس نتوما متوفر عندكم بديتو به العبر كتكملوا به. فضفت هنا جوج ديال الكيسان. من بعد غادي نضيف جوج ديال الساشيات ديال الكاكاو المر، ودائما من الافضل انكم تختاروا النوعيه اللي كتكون زوينه هكا باش المذاق ديال الشكلاط كيجي باين وكيجي لذيذ في الكيك. فانا درت جوج ديال الساشيات، ومن الافضل ايضا انكم تغربلوه بحالو بحال الدقيق. فكما كتلاحظوا كيكونوا فيه واحد التكتلات، فمن الافضل انكم دوزوه في الصفايه باش كيتحل مزيان. كنخلطو مزيان حتى تينسجموا هاد العناصر. كما كتلاحظوا العجين مازال خفيف واحد شويه. غادي نضيف ربع كاس ديال الدقيق، وغادي نضيف ايضا واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو، لان زدت شويه ديال الطحين فنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو من الافضل باش كيجي اللون ديال الكيك زوين. غادي نضيف ايضا جوج ديال الخمارات ديال الحلوى، ما يعادل 16 غرام هكاك ديال الخميره او 14 غرام، ما بين 16 و 14 غرام، جوج ساشيات. وكنخلطوا هذا الخليط كيجي القوام ديالو على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف الزبيب اللي كنكون رطبته بالماء باش كيجي لينا معسل من الداخل. فمن الافضل انكم ترطبوه قبل في الماء باش كيتنفخ وكنديروه في الكيك كيتعسل. كنضيف التمر، انا خديت 10 ديال التمرات قطعتهم. ومن الافضل انكم تاخذوا الشكلاط الاسود، انا كان عندي متوفر الابيض اكثر من الاسود. وايضا الكركاع. فبالنسبه للزبيب التمر الكركاع الشكلاط فكندير نصف الكميه في العجين والنصف الاخر كنخليه حتى تنديرو من الفوق. كناخد الكركاع وكنقطعوه هكا بشكل عشوائي هكا قطع صغارين، وكنخلط الخليط باش كيتوزع لينا دوك المكونات اللي ضفنا على العجين. من بعد اخر لمسه كندير معلقه صغيره ديال الخل ونعاود نخلط. وكنجيب المول اللي غادي يدخل في الفران، اي مول نتوما كتفضلوا. فبالنسبه لي اختاريت هذا المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. وكنوزع الخليط ديالي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. ف كما ذكرت معكم خديت 10 ديال القطع ديال التمر قطعتهم بشكل طولي كيف ما لاحظتوا معايا. الزبيب اللي رطبته، الكركاع، الشكلاط. ومن الافضل انه يكون الشكلاط الاسود كيعطي مذاق مميز، فما كانش متوفر عندي، كان عندي غير واحد شي شويه وكملته بالشكلاط الابيض. كناخذ دابا داك التمر وكنوزعوه هكا على الوجه ديال هاد الكيك. كناخذ ايضا الزبيب فكما كتلاحظوا راه مرطب مزيان. كناخذ الكركاع، وفي هاد الاثناء الفران كيكون مسخن مزيان من الفوق ومن التحت. فاش كندخل الكيك كنخليه غير لتحت، كدوز 30 دقيقه. كنشعل واحد 5 دقائق من الفوق ايضا في الاخير. ففي المجموع تتكون تقريبا واحد ما بين 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه هو في الفران. كتكون النتيجه ديالو مميزه ورائعه وناجحه كيف ما غادي تشوفوا معايا صديقتي. من بعد ما غادي ندخلو الفران دوز 40 دقيقه، ف30 دقيقة في الأسفل حتى تطيب لينا من التحت وتنفخ. عاد تنشعل واحد 5 دقائق 10 دقائق من الفوق.
وكنحصلوا عليه على هاد الشكل هذا. فأنا غادي نحيدها من المول وغادي نحطها في شي طبيسيل، فدهنتها بواحد شوية ديال المربى من الفوق باش كتعطي واحد اللمعة وواحد المنظر اللي زويون، وتيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. فبالنسبة ليا راه كنت نسيت ما قطعتهاش معكم حتى لغد ليه، بقات غير قطعة صغيرة وشاركتها معكم في البداية ديال الفيديو. كتجي رائعة ومميزة. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتلقى الاستحسان ديالكم. داك الزبيب كيجي من الداخل معسل لانه مرطب في الماء، كيجي لذيذ بزاف، ايضا تمار الكركاع. فكنتمنى انها تعجبكم وتروقكم وتجربوها. دائما وصفات سهله بسيطه اقتصاديه في متناول الجميع غادي تلقاوها على القناه. شكرا لكم.